هناك مجموعة من الأشياء يحبها الرجل في جسم المرأة، وليس بالضرورة أن تحبها المرأة. يمكن أن تكون هذه العلامة أمر سيء بالنسبة لك، ولكن بالنسبة للرجل أشياء صغيرة هي علامات جاذبية لها. لا تقلقي، سوف نخبرك بهذه الأشياء للانتباه إليها حتى يتسنى لك معرفة ما يفضله الرجل في جسمك. قد تفاجئك هذه الأشياء، ولكن كل امرأة لديها فضول حول العلامات التي تجعل جسدها أنثويا من وجهة نظر الرجل. من الأشياء التي يحبها الرجل: أولا، الشعر. وفقا لما ذكرت الأبحاث فإن الرجل يحب الشعر الجذاب والجميل سواء كان طويلا أم قصير، المهم الاعتناء به. الساقين. ومشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيتطلع، والله لو داست عالثلج دا شفت الثلج مولع. ومشياني وعم تتدلع وعليها الكل بيتطلع، والله لو داست عالثلج دا شفت الثلج مولع. ثالثا، العيون. حلوة يما عيون السود، لقعود لجعل ضرب يعود. حلوة يما عيون السود، والله لقيته لج عنقود، وردة من البستاني. رابعا، نبرة صوت. يو شبك معتز؟ هشوف جودي شوي وراجع لك. دخيله الخجول. خامسا، الأيدي الناعمة. يفضل الرجل عند ملامستك أن يجد الأيدي ناعمة، فالأيدي الناعمة حقا مثيرة وجذابة للرجل. حاولي أيضا الاهتمام بأظافرك وعدم المبالغة في طول الأظافر. سادسا، البطن. صدقي أو لا تصدقي، واحد من أهم الأشياء الأكثر جاذبية في جسم المرأة هي البطن. بالرغم من أنك تحاولين إخفاء ذلك، فالرجل يحب أن يرى بطن المرأة جذابة ومسطحة، لذا يجب أن يكون لديك القدرة على الحفاظ على البطن مستوية وجذابة والتخلص من الشعر الزائد الذي يمكن أن تعاني منه. سابعا، انقسام الثدي. نعم، انقسام الثدي من الأشياء التي يحبها الرجل في المرأة، وأرى هنا أنك سوف تندهشي بشأن هذا الأمر، فمعظم الرجال يتمتع برؤية انقسام الثدي. من وجهة نظره فهو من الأجزاء الجمالية تعطي نتائج نهائية في غرفة النوم.